السلام عليكم حبيباتي، اللي نتمنى كامل تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله يا رب. اليوم جبت لكم هاد الوصفه كما العاده، الوصفه سهله. لي دونيت هادو اللي غادي نديروهم غير نصف صدر تاع دجاج، وغادي نديروه نرحيوه كما راكم تشوفوا، نديروه احلى دونيت مع هاد الكريمه اللي غادي نديروها. هنا عندنا اللي قلت لكم نصف صدر عفوا دجاج هكذا، غادي نرحوه. هو ديجا راه مرحي، غادي نزيدو نرحو معاه البطاطا. انا هنا استعملت 2 حبات بطاطا صغار، غليتهم في الماء، ودرت هنايا حبه بصل تاني و2 حبات سنينه ثوم ولا 3. عندي هنايا الكركم، عندي هنايا البابريكا اي الفلفل الاحمر، وعندي هنا الفلفل الاسود. وغادي نرحو غير بالاشواغ كما هكا، نرحوها جيدا. وعندنا هنا المعدنوس هكا، نديرو كميه تاع معدنوس تجي بنينه هاد الوصفه، سيرتو كي نزيدو لها هكا المعدنوس والبصل يجي فيها بنه رائعه. وهنا غادي نزيدو لا شابلور، نديرو هنايا انا غادي ندير دوك هكا حوالي 3 مغارف، ونشوف نرحي المكونات ونشوف، باسكو من بعد غادي نزيد هكذا. نرحو هاد المكونات جيدا باش تعطينا خليط متجانس يجي كي عجينه. هنايا كنت مازال ما درتش الملح، دوك نزيد مغرف هكا الملح. الدجاج يبغي شويه ملح هكذا، وغادي ندير مغرف تاع الملح، مغرف هكا صغيره مملوءه هكا. والملح على حسب كل واحد والذوق تاعه في الملح، دائما نقولها لكم. هنا نعاود نرحي جيدا ونشوف القوام تاعها. من بعد غادي نزيد تما لا شابلور، غادي ندير حوالي 5 مغارف، 5 مغارف كبار. هنايا شت الخليط تاعنا، شته مازال ما شتش روحه، ندير له لا شابلور اي الخبز المطحون هكا، راني نزيد له 2. وهنا نكتفي بهذه الكميه صاي، غادي تجي الكميه متجانسه. هاد لي دونيت صدقوني يجوا بزاف بنان، سورتو لي مع غادي نزيد نديرهم دوك تشوفوا الطريقه يتكونجلاو واللي يديرهم يدسهم لرمضان، شهر رمضان تاني، غير وقت اللي يقرب المغرب نخرجوهم نديرهم في دي بواط، نكونجلوهم قبل في بلا، من بعد نقلعوهم ونديروهم في دي بواط تاع كونجيلاسيون، ونقلوهم كما غادي تشوفوا الطريقه. كما قلت لكم قبل المغرب نديروا هذه الطريقه، يجوا بنان في الشهر الكريم، في شهر رمضان. وهنا كما شفتوا لا فارس راني قلعتها، جات درتها كما كنتو تشوفوا، جات متماسكه. هنا نرفد ان بلا كما هكا اللي غادي نديره في الفريجيدير في الفريغو باش يشدوا رواحهم مليح. هاد الكيفيه انا غادي نديرها هنايا كما راكم تشوفوا. ها هي انا درت يدي فيها الزيت ولا الماء، تستعملي الماء ثاني باش ما تلصقلكش الكفته في يديك هكا. ندير انا استعملت هاد لابوش عمليه صدقوني بالخف. ديروا هذوك خير ما ديروهم في ليمون ونعاودوا نقلعوهم ليمون كيما هكا. كل واحد الحجم اللي يبغي، كاين اللي يبغيهم غير صغار. انا هاد الحجم جاني نيشان هكذا، نديرهم على هاد الحجم ونكمل كاع هذيك الكميه نديرهم يجمدوا. انا هنايا صاي يجمدوا معايا باش تقدي ترفديهم كي يجمدوا. هنا غادي ندير لهم انا هنا البيض والفرينه
ولا شابلور كيما هكا. شوفوا كيفاش شدوا رواحهم كي نديروهم في الفريغو هكا حوالي لمدة هكا 2 سوايع على الاقل هكا باش تنجمي تتحكمي فيهم. ها هي الطريقة امامك سيدتي وغادي تعجبك اكيد. ها هي غادي نزيد نديرها في الحبة تاعنا، نديرها في لاشابلور كما شفتوا. درتها في الفرينة في البيض اللي راني زايده عليه المغرف صغيره تاع زعفران او كركم. انا كان متوفر عندي زعفران هكذا. ونعاود نديرها في لاشابلور. شوفوا يكونوا شويه جامدين نجموا نتحكموا فيهم. كما قلت لك تنجمي سيدتي تكونجليهم هكا في دي بواط وتستعمليهم. اكيد راح يعجبوهم افراد الاسره تاعك ولا حتى ضيوف تاعك تعجبهم هاد الوصفه وت بريزونطابل كيما نقولوا. مع سورتو ترفقيها مع اون صوص هكا صوص روج ولا بلانش صوص فرomage. هنا راني نقلي فيهم. هنايا النار نديروها ماشي قويه ماشي معتدله برك باش يطيب مليح هذاك الدجاج من الداخل، خاطر ما طيبتهش درته خضر كما شفتوا. وهنايا الطريقه اللي درتها تاع صوص فرomage طريقه تاع البيشاميل فقط راني درتها معكم في وصفاتي. ودرت لها الفرماج نديروا لها هكا نديروا لها كميه مليحه تاع فرomage باش تجي بنينه طريقه البيشاميل كما نعرفوها كامل. وهنايا لي دونات تاعنا قليتهم ها هما تحمروا لداخل ومن برا ونقصوا عليهم النار كما قلت لكم باش يطيبوا مليح جيدا ويجوا مقرمشين. ها هي الطريقه امامكم ونتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم طريقه لي دونات. وما تنسونيش بالاشتراك وضغط زر اللايك وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. والى اللقاء في وصفه لاحقه ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه. مع السلامه.